السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الفالنتين، عشان كده فكرت أعمل لكم حالة سهل وبسيط ومش مكلف. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. أول خطوة هنجيب أي نوع بسكويت متاح عندنا. بعد كده هنطحنه في الكبة. هننزل على البسكويت بتاعنا بمعلقة من الزبدة وهنقلب لحد ما يختلط البسكويت بتاعنا بالزبدة. بعد كده هنجيب باكت من الجيلي وكوباية من المية السخنة وهندوبهم. دلوقتي هنسيب الجيلي بتاعنا يبرد. دلوقتي بقى جبنا الأطباق بتاعتنا ونزلنا بالبسكويت بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. موضوع سهل جدا، وتقريبا كده حطينا نص كل بولة بسكويت. دلوقتي بقى في البولة هنزل بباكت من الكريم شانتيه، عليه نص كوباية من الحليب، وهضربهم بالمضرب. بعد ما ضربنا الكريم شانتيه بتاعنا، دلوقتي بقى هننزل عليه بالجيلي بتاعنا بعد ما برد. وكده بعد ما نزلت على الكريم شانتيه بتاعنا بالجيلي بالظبط نص الكوباية بتاعتنا اللي احنا عملناها، وده بقى شكلها بجد وطعمها حلو جدا. ميكس الكريم شانتيه مع الجيلي طعمه حلو جدا. وبعد ما نزلت بالكريم شانتيه زينتها تزيين بسيط، يعني استخدمت الفراولة كده وعملتها على شكل قلب. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة. اشوفكم على خير في فيديو جديد.